ازيكم يا احلى ناس في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اطعم اكله واسرع اكله ممكن تجربيها. كمان هقولك على سر التسويه الصح، وازاي اللحمه تطلع معاكي واخده لون كده ما تطلعش مسلوقه. أم، وكمان هنتعرف مع بعض على حاجه الكل بيسأل عليها والكل عايز يعرف ايه السر بتاعها. وهي حلة الضغط اللي انتوا شايفينها دي. انا عايزه اقول لكم يا جماعه، يا ريت يا ريت ناخد بالنا بجد، الناس اللي عندها الحله دي يا ريت ناخد بالنا. لان الحله دي عملت لي كارثه. الحمد لله الحمد لله، يعني ربنا ستر. انا عايزه اقول لكم ان الحله، الضغط البخار لما بينضغط فيها بتبوظ الدنيا. الحمد لله الحله دي آه، الغطا بتاعها طار، حرفيا طار يا جماعة، وقام واقع على البوتاجاز و... وطلع منه، يعني الشوربة دي طلع منها شوية كده طارم. الحمد لله الحمد لله ان ما كانش في حد موجود في المطبخ ساعتها. وما حصلش يعني لحد حاجة، الحمد لله. آم، بس انا عايزة اقول لكم، انا والله كذا مرة ببص على ريفيوهات كتير علشان اعرف ايه السر فيها. ليه هي بتعمل معايا كده. دي تاني مرة تعمل معايا الحركة دي. بس المرة الأولانية كانت على الهادي خالص، يعني مفيش حاجة، يا دوبك بس الغطا اتفتح. لكن المرة دي أنا بجد اتصعقت من المنظر يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بجد ربنا لطف بينا. كمان انا كمان ما كنتش في المطبخ الحمد لله يعني. فده يعني انا مش عارفة بجد، يا ريت اللي عنده حلة زي دي يعرفني ايه السبب، يعني ليه بتوصل لكده، مع ان انا كل شوية كنت بروح افضي البخار منها. المهم، انا جبت كيلو الا ربع لحمة ملبسة. وجبت نص كيلو رز بسمتي، وجبت كيس بهارات كبسة. عايزه اقول لكم ان اللحمه الملبسه بتبقى فيها تحفه في الكبسه. في ناس بتحط ليا ضاني، وفي ناس كمان مش بتستعمل اصلا سمنه، بتحط دهون حيوانيه يعني. ممكن تحط دهنه مثلا من بتاعه الضاني او اللحمه. وفي حاجه كمان، في ناس بقى بتجيب سمين. السمين ده بتجيبيه من عند الجزار، بيتسعر سعر اللحمه. انا جبته مره وحقيقي كان تحفه. بس طبعا مع اسعار اللحمه دي مش هتجيبي سمين جزء من اللحمه يعني. فالافضل ان انت تجيبي مثلا دهنه من عند الجزار، تخليه يحطها لك مثلا مع اللحمه. لان اساسي في الكبسه الدهنه الكتير. هي اللي بتطلعها طعمه وكويسه اوي كمان. مش لازم ان انا اكتر الشوربه بتاعتها، علشان كمان اضمن تسويه كويسه، واضمن ان هي تكون دسمه كده. هنا كنت انا حطيتها وقفلت عليها كويس. الحله انا بالاول بشوحها. انا جبت الاول اللحمه، غسلتها كويس جدا ونضفتها من اي زفاره وكده. وقمت حاطه عليها توابل. حطيت عليها بهارات اللي هي من بهارات كبسه. وبعد كده قمت جايبه طماطم وبصل ومقطعاها عليها ونص ليمونه، وتبلتها فيها وسبتها في التتبيله دي نص ساعه. كمان انا نقعت الرز البسمتي نص ساعه برضو وسبته. علشان يعني الحبايه بتبقى كويسه كده وبتكبر كده. فلازم ان انا اسيبه شويه علشان اضمن تسويه ليه تكون كويسه. بعد كده جبت اللحمه ونزلت بيها في الحله، فضلت اشوح فيها. اشوح في اللحمه لحد ما شربت ميتها خالص. بنزلها طبعا في الحله، والحله بتكون سخنه. وبقعد اقلب فيها لحد ما تشرب ميتها. وبعد كده بنزل بمكعبين 3 4، يعني كل ما بتكتري تكسبي سمنه. وبعدين بقوم بقى اقعد اشوح اللحمه فيها لحد ما اللحمه تاخد لون زي اللي انتوا شفتوه ده، اللي هو اللون البني ده. علشان لما اجي وانا بقدم تكون اللحمه معايا مش يعني مسلوقه، لا تكون اللحمه واخده لون كويس، تحس ان هي متحمره. بس هي في نفس الوقت كانت معايا في نفس الحله.
بعد كده زي ما انتوا شفتوا كده، الحله بعد ما عملت معايا الكارثه دي الحمد لله يعني، فانا نقلتها في حله تانية. كانت اللحمه اصلا استوت، هي ما خدتش نص ساعه سوا. اللحمه دي كبيره، فالمفروض اصلا بتغيب. فهي هنا معايا ما خدتش نص ساعه بس، وكانت استوت خلاص. وحطيت عليها اول بقى ما لقيت اللحمه خلاص يعني تلات ارباع سوا، شلتها بقى زي ما انتوا شفتوا من الحله وحطيتها في الحله التانية دي، الشوربه بقى باللحمه بكله. وقمت نازله عليها بالرز اللي انا كنت نقعان. حطيت نص كيلو رز، ده المقدار بتاعي، كيلو الا ربع لحمه بحط عليه نص كيلو رز بسمتي، وبيطلع تحفه الصراحه، واخد تسويه كويسه جدا. والشوربه يا دوبك عليه، بيبقى مش محتاج اصلا، وبتبقى دسمه وكويسه جدا على قد. كل ما بتكتري الرز كل ما بتلاقي الطعم مش كويس، لان اللحمه الرز بيبقى عايز يعني شوربه كتير. وطبعا حطيت كيس البهارات اللي انتوا شفتوه ده. ممكن تجيبي بهارات اللي هي قرفه وعيدان قرفه وورق لوري وليمون مجفف وكده، على حسب بقى رغبتك. وطلعت معايا زي ما انتوا شايفين كده. وبجد بجد الحمد لله ربنا ستر. واشوفكم في فيديو تاني على خير.